يا أبناء هذا الوطن الصغير، نقف اليوم هنا ليس حبا في الساحات، بل لأن وجع البيوت لم يعد يحتمل. إن الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات لم يكن مجرد زيادة في أرقام الوقود، بل كانت رصاصة مباشرة في قلب قدرتنا على العيش. عندما يرتفع الوقود يرتفع معه الرواتب الهزيلة أصلا وأجور النقل، وتتآكل معه الرواتب الهزيلة أصلا، ليصبح تأمين لقمة العيش الكريمة جهادا يوميا يفوق طاقة البشر. لسنا أرقاما في معادلات اقتصادية، نحن عائلات وأطفال وبشر من حقنا العيش بكرامة. مطالبنا واضحة ولا تقبل التسويف: التراجع الفوري عن هذه الزيادات المجحفة، حماية القوة الشرائية للمواطن التي باتت تحت خط الفقر، إيجاد حلول حقيقية تتحملها الحكومات، لا أن تلقي الأزمات دائما على هاتف الطبقات الكادحة. نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد وبكل سلمية ومسؤولية: لا لسياسة الإفقار، لا للتجويع والحرمان، لا للفساد، نعم للحرية والمساواة والشفافية، نعم لحقنا في الحياة الحرة الكريمة. عاش وعيكم وعاشت كرامة هذا الشعب معا في استمرارية الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب المحققة لشعبنا الأبي. معا نحو وطن حر وشعب سعيد، وشكرا لكم.